الجمهور دي من الخطوات المهمة جدا في الاد سيت بتاعتنا او في المجموعة الاعلانية بتاعتنا. هلاقي ان في التحديث الجديد هنا بيقول لي ان جمهور ادفانتج قيد التشغيل. لو انا مش عارف استهدف مين في الاعلان بتاعي ولسه ما عنديش خبرة وما اقدرش اكتب انا هستهدف مين بالظبط، ففي الحالة دي انا بسيب جمهور ادفانتج قيد التشغيل. طيب خلينا ننزل على اول نقطة في الجمهور بتاعنا وهي المواقع. لو انا هختار دول، يعني هختار مثلا الاعلان بتاعي يكون في مصر مثلا والسعودية والاردن، يعني اكتر من دولة، ففي الحالة دي انا بقول لك وده بواقع تجربتي الشخصية، ما تختارش اكتر من دولة في اعلان واحد. فانت هتختار مثلا هنا دولة مصر وتيجي تعمل اعلان تاني وتختار مثلا الاردن. ليه بقى؟ لان هنا اسعار العملات بتختلف ما بين الدول، فبالتالي التكاليف هتبقى مختلفة. فانت عشان ما تلخبطش الخوارزميات بتاعة الفيسبوك، فانت تشتغل على كل دولة في اعلان لوحدها. فليكن مثلا لو انا عايز اختار مصر في حالة ان انا بقدم مثلا شحن للمنتج بتاعي في خلال مصر كلها، وده طبعا بيفضل، يعني من الافضل ان انا اختار دولة كاملة. لو انا المنتج بتاعي اللي انا بشحنه في المدن بتاعة مصر بس، يعني الاماكن الصحراوية او الارياف مش بقدم شحن فيها او ما بيشتغلش فيها المنتج بتاعي، ففي الحالة دي عشان انا مظهرش الاعلان بتاعي في اماكن واصرف فلوس على الفاضي، بضغط هنا على الثلاث نقط اللي قدام مصر وبختار هنا تضمين المدن فقط، ولو العكس فبختار استبعاد المدن. لو انا عايز اسيب الاعلان يشتغل على مصر كلها، كل الأماكن الموجودة في مصر، فبختار هنا تضمين كل المناطق، يعني بسيبها زي ما هي. طيب لو أنا عايز أختار محافظة معينة مثلا وليكن محافظة الإسكندرية، فأنا بضغط هنا على الإسكندرية ألكسندريا جفرنيت، بس بختار مدينة مش بختار ولاية، لأن هنا طبعا إحنا في مصر مثلا بنظام المدينة. دي الطريقة الصح اللي أنا بختار بيها المحافظة بتاعتي. طيب لو انا عايز اختار اكتر من محافظة، بكتب المحافظة التانية عادي، يعني لو انا هقدم شحن مثلا في 3 4 محافظات فبكتب مثلا القاهرة وبختار الكاريو جفرنيت هنا مدينة. ده لو انا عايز اختار اكتر من محافظة. طب لو انا بعمل اعلان لمحل والمحل ده في مكان معين وانا مش بقدم شحن، سواء كان مكتب او محل او غيره، فانا عايز الناس هي اللي تجيلي، في الحالة دي انا بختار المكان بتاعي، يا اما بكتب المكان هنا او بفلت دبوس واحط الدبوس على المكان بتاعي واوسع القطر بتاع الدائرة بتاعتي شوية زي ما انا عايز. فبنختار هنا مثلا الشيخ زايد، لو المحل بتاعي ده في الشيخ زايد فباجي اختار هنا واحذف هنا عندي الاسكندرية وبختار بالظبط المكان اللي انا عايزه. يعني انا ممكن اوسع كده واختار المكان اللي انا عايزه هنا وليكن المكان اللي عليه الدبوس دي، وبعدين بحدد هنا ان انا ازود حوالين المكان بتاعي وليكن مثلا 8، ما ازودش عن 8 او 10 كيلو متر. ما ينفعش ان انا احدد اماكن كتير جدا، يعني ما ينفعش ان انا احدد له الشيخ زايد واحدد له مثلا التجمع واجي هنا تحت احدد له الجيزة واطلع فوق احدد له مثلا شبرا الخيمة وانزل تحت مش عارف احدد له ايه. كده انا بلخبط الخوارزمية بتاعت الفيسبوك. فانا باجي في المكان المنتصف اللي فيه المكان بتاعي، في المركز بتاع المكان بتاعي، واوسع القطر بتاع الدائرة بتاعتي. ده افضل استهداف انا ممكن اعمله لو انا هحدد مكان معين ومش هقدم شحن. طيب ده بالنسبة للموقع بتاعي. بعد ما اختار الموقع بتاعي فخلينا هنا مثلا احنا نختار القاهرة. طيب بعد ما اختار الموقع بتاعي بنزل تحت، هلاقي في التحديث الجديد هنا في نقطة بيقول لي الوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين من المرجح أن يستجيبوا لإعلانك. لو أنا ضغطت عليها كده معناها إيه؟ معناها إن هو بيقول لي إن هو هيجيب لي ناس مهتمين بالمنتج بتاعي أو الخدمة بتاعتي، بس مش لازم يكونوا في نفس المدن والمناطق اللي أنا محددها له في الموقع بتاعي. يعني أنا مثلا هنا محدد له محافظة القاهرة، ممكن يلاقي ناس مهتمة جدا وهتكلمني من محافظة الشرقية هيخليها تكلمني، أو من محافظة الجيزة وهيخليها تدخل تكلمني. فهنا هو عايز يقلل نسبة التكلفة بتاعتي، بس هيجيب لي ناس من بره المكان اللي أنا فيه. فلو أنا أقدر أقدم شحن خارج المحافظة بتاعتي فأنا بسيب دي مفتوحة زي ما هي كده عشان يجيب لي نتائج أفضل. طيب أنا مش عايز أشتغل غير في المحافظة بتاعتي، فأنا هنا بلغيها بالطريقة دي.
طبعا انا لو لغيتها هنا هو بيقول لي اهو سنعرض ايضا الاعلانات على الاشخاص المهتمين بالمدن والمناطق التي حددتها على سبيل المثال انهم مهتمون بالسفر الى هذه المواقع. وفي الاخر هنا بيقول لي ايه؟ في 6 و7% تكلفة أقل لكل نتيجة في حالة إن أنا بطبق الوصول إلى المزيد من الأشخاص. يعني أنا لو دستله على تطبيق عشان آخد ال6 و7% تكلفة، هلاقيه رجع حدد لي هنا تاني الوصول إلى المزيد من الأشخاص. طيب كده احنا خلصنا الموقع وإزاي نختار الموقع بتاعنا بشكل صحيح. هننزل تحت على النقطة اللي بعدها، هلاقي إن في التحديث الجديد برضو، طبعا ده تحديث من ضمن التحديثات اللي فيسبوك ينزلها، وهي تضمين حالات واتساب الذين لم يتم التعرف على أعمارهم. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن لما يكون جمهورك أصلا بيستخدم واتساب بشكل كبير وبيعتمد عليه في التواصل، خصوصا طبعا لو أنت بتبيع منتجات سريعة أو عروض يومية، لأن الناس بتتفاعل مع الحالات أسرع وبتتسحب للرسائل بسهولة، ده بيزود فرصة إن هم يدخلوا معاك في محادثة أسرع. فأنا شخصيا شايف إن التحديث ده مهم جدا، وأنا لازم أختاره في حالة إن الإعلان بتاعي يكون مناسب لحالة الواتساب. يعني أنا لو عامل الإعلان بتاعي بشكل طولي وهيتعرض بشكل كويس على واتساب، فأنا بسيب الميزة دي شغالة، يعني بعلم هنا صح على تضمين الأشخاص على واتساب. بالتالي الإعلان بتاعي هيظهر في حالة الواتساب عند الناس المهتمين. طبعا مش كل الناس بتقف تقراها، إنما لو هدفك الأساسي التفاعل على فيسبوك وإنستجرام مش الرسائل، ساعتها ممكن تضمين حالات الواتساب مش هيضيف لك قيمة كبيرة. بس أنا شخصيا بنصح إن أنت تسيبها، لأنه تحديث جديد وهيقلل معاك التكلفة وهيجيب نتائج أفضل. لأن على فكرة واتساب هي المنصة الأولى في مصر والوطن العربي، يعني تقريبا مفيش شخص ما عندوش واتساب، كل الناس بتستخدم واتساب. فبالتالي الإعلان بتاعي لو ظهر في حالات واتساب لناس مهتمة، هيكون سهل إن هم يتواصلوا معايا. بالضغط على الحالة دي هيدخلوا على الرسائل عندي على الواتساب. يعني لو أنا مختار عندي فوق إن الرسائل تجيني هنا على واتساب أو على الثلاثة مع بعض، فأنا بسيب تضمين حالة واتساب مفتوحة. هننزل تحت بعدين على النقطة المهمة جدا عندي في الاستهداف أو في المجموعة الإعلانية، وهي الاستهداف التفصيلي. هلاقي هنا في اقتراح جمهور، هنضغط على عرض الإعدادات، هلاقي إن هنا بيقول لي دخل الجمهور اللي أنت عايزه زي ما أنت عايز. طبعا أنا سايب هنا أدفانتج شغالة، فأنا بضغط هنا أول حاجة بختار العمر بتاع الجمهور بتاعي، وليكن مثلا أنا عايز الجمهور بتاعي يكون سنه من 20 لحد 50 مثلا. بعدين باجي هنا للجنس بتاعي، طبعا ده كله بيكون بناء على المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، هل الخدمة دي للرجال ولا للنساء ولا للاتنين مع بعض. فأنا هسيب هنا الجنس اللي هو الكل، وباجي هنا على أهم حاجة عندي وهي الاستهداف التفصيلي. الاستهداف التفصيلي هنا أنا طالما استخدمت أدفانتج، يعني طالما أنا هستخدم جمهور أدفانتج هنا، في الحالة دي أنا ما ينفعش أكتب غير استهداف تفصيلي واحد. أنا ينفع أكتب عادي، بس بناء على تجربتي الشخصية أنا بقول لك هنا اكتب استهداف تفصيلي واحد. يعني مثلا أنا هكتب له هنا التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، واقول للفيسبوك انت بقى بناء على الاستهداف اللي انا كاتبه لك دي شغل ميزه ادفانتج وهات لي ناس حوالين الاستهداف دي. في نقطه مهمه جدا انا عايز اقول لك عليها، لو انت بتبيع منتجات اونلاين، ففي الحاله دي بنختار حاجه في السلوكيات بتاعه العميل اسمها المتسوقون المتفاعلون او اونلاين شوبينج. انا عايز اقول لك ان انت ما ينفعش تكتبها هنا في الاستهداف دي، لو ان انا لو كتبت هنا مثلا المتسوقون المتفاعلون واخترت السلوكيات المتسوقون المتفاعلون، انا كده بقول له ايه؟ انا كده بقول للفيسبوك هات لي كل المتسوقون المتفاعلون الموجودين على منصة الفيسبوك، بس ما حددتلوش بشرط ان هم يكونوا متفاعلين في ايه او مهتمين بايه. فالافضل ان انا بكتبها تحت في تحديد المركز هنا، يعني بضغط هنا على تحديد المركز واختار المتسوقون المتفاعلون، وممكن برضو اختار اونلاين شوبينج.
انا بختار كده ليه؟ اونلاين شوبينج. طب انا بختار كده ليه؟ انا بختار كده لان ناس كتير جدا بتعمل هذا النوع من الاعلانات اللي هو حملة التفاعل بهدف الرسائل، وبتشتكي ان بيجيلها رسائل كتير جدا بس مفيش مبيعات. العميل بيدخل، العميل بيكون فضولي، هو عايز يسأل ويستفسر بس للأسف مش عايز يشتري. فأنا لما أحدد إن سلوك العميل بتاعي يكون المتسوقون المتفاعلون أو أونلاين شوبينج، أنا في الحالة دي هوصل للعميل اللي هو بيشتري فعلا. بس زي ما قلت لك لازم تحطها في تحديد المركز، يعني تحت يجب أيضا أن يطابق وتحط له البيانات دي أو السلوكيات دي. ليه؟ لأن أنا كده بقول للفيسبوك هات لي الناس المهتمة بالسوشيال ميديا ماركتينج بس يكونوا متفاعلين او اونلاين شوبينج. يعني انا بحدد الاتنين في وقت واحد، يعني انا بقوله ده سلوك العميل بشرط ان هو يكون مهتم بكذا. طبعا في الاستهداف التفصيلي احنا زمان كنا بنكتب استهدافات كتير جدا، انما بعد التحديثات الاخيرة طبعا والادفانتج والكلام ده، فانا هنا لازم بكتب استهداف واحد بس. ولو انا هقفل الادفانتج بكتب استهدافين او 3 استهدافات لو انا عايز استهدف بشكل يدوي.